وفاة عمر رضي الله عنه. في يوم من الأيام وهو يصلي الفجر، جاء رجل شرير يسمى أبو لؤلؤة المجوسي، وطعن عمر بخنجر، وسقط عمر على الأرض. طلب أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت له السيدة عائشة رضي الله عنها. دخل الناس يودعونه، وكان يبكي من خشية الله، مع أنه بشره النبي بالجنة. ومات عمر في السنة 23 للهجرة، وبكاه المسلمون كثيرا، حتى قال علي بن أبي طالب: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. رحم الله الفاروق عمر بن الخطاب، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تابعونا يا أبطال، وفي الحلقة القادمة نكمل مع بطل جديد من أبطال الإسلام.